كيكه الحامض والعصير ديال الليمون البرتقال، خفيفه وهشيشه بحجم عائلي، مزينه بكريمه اللي هي سهله واقتصاديه. هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم اللي غادي نشارك معكم، فخليكم معايا اخواتي حتى الاخير الفيديو باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير ديال هذه الكيكه. كتجي اكثر من رائعه بحجم عائلي وكتبقى رطبه معكم من 3 ايام حتى 4 ايام. فخليكم معايا، نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نبداو بالمقادير اللي غادي نحتاجو فيهم: 4 ديال حبات البيض، كاس ونص ديال السكر، كاس ديال الزيت، كاس ديال عصير الليمون البرتقال، ونص كاس ديال عصير تاع الحامض اللي غادي نكملوا عليه بالماء باش يعطينا كاس. وغادي نحتاجو دقيق الفورس وخميره الحلوى، القشره ديال الحامض والليمون. ونبداو على بركه الله. في الاناء اللي غادي نخلطوا فيه كسرت 4 حبات البيض، خرجوهم من الثلاجه من قبل باش ياخذوا لكم الحراره ديال المطبخ. نزيدهم قريصه الملح وكاس ونص ديال السكر. مقادير ان شاء الله راه غادي نكتبهم لكم مضبوطين في صندوق الوصف بالغرام وحتى بالعبار بالكاس ديال العنبه. غادي نخلط اليوم الكيكه ديالي بالضراب. الا ما كانش عندكم فديروا البيض مع السكر يضربوا مزيان مع بعضياتهم حتى يبيض معكم الخليط في كاس ديال طحانه كهربائيه. عاد خويو في شي بول اولا شي اناء وزيدوا المقادير اللي بقاو لينا. انا هنا غادي نخدم كيف ما قلت بالضراب كهربائي، نخدموا البيض مع السكر مع بعضياتهم مزيان حتى يبيض معكم الخليط. الا خدمتوا البيض مع السكر كتجيكم الكيكه خفيفه بزاف ورطبه مهويه. فاذا كان عندكم راه كاين الضراب داير غير 50 درهم فتقداوه وخليوه عندكم في الدار، خدموا به غير الكيك غيصبر معكم مده اللي هي طويله. كيف ما قلت الكيكه اللي كتخدم بالضراب راه كتجي خفيفه اكثر وكتجي مهويه. هنا غادي نزيد كاس ديال الزيت على دفعات شويه بشويه وحنا كنخفقوا. غنحيد الضراب د البيض كهربائي في هذه المرحله. هنا عندي القشره ديال الحامض والقشره ديال الليمون غادي نضيفهم. نزيد كاس ديال العصير تاع الليمون البرتقال، وهنا عندي نص كاس ديال العصير تاع الحامض اللي غادي نكمل عليه بالماء. غادي نزيدو حتى هو الخليط ديالي وغادي نخلط مزيان. وغادي نبداو نزيدو الدقيق في هذه المرحله. انا زدت الكاس الاولاني ديال دقيق الفرص، اختاروا نوعيه تكون مزيانه وغادي نخلطو مزيان. وغادي نزيدو الكاس الثاني ديال الدقيق ونخلطو مزيان. الدقيق الفورس يا اما غربلوه من قبل ما تبداو تخلطوا الكيكه ديالكم، يا اما غربلوه بحال هكذا على الخليط الكيك تيكون احسن باش كتجيكم الكيكه خفيفه ومهويه. غادي نزيد الكاس الثالث وزوج ساشيات ديال السكر تاع الفاني، نخلطو مزيان. عاد نزيدو نص كاس ديال دقيق الفرص. في المجموع غادي نحتاجو 3 ديال الكيسان ونص ديال دقيق الفرص، زوج خمارات ديال الحلوى، وغادي نخلطو مزيان حتى ما يبقاش يبان لينا هذاك الدقيق في الخليط ديال الكيكه. وهذا هو القوام اللي خصنا نتحصلوا عليه. هذاك العصير ديال الحامض راه كيزيد كينفخ لينا الخليط ديال الكيكه وكتجينا خفيفه ومهويه. هذا باش درت غير 2 خمارات ديال الحلوى، واخا الكميه ديال الدقيق كانت كثيره اللي هي 3 ديال الكيسان ونص ديال دقيق الفرص. هنا دهنت المول اللي غادي نطيب فيه. هذا المول راه الحجم ديالو كبير ما شاء الله، حجم عائلي. غادي نكتب لكم ان شاء الله في صندوق الوصف شحال فيه في العرض وفي الطول. غادي ندخلوا الكيكه ديالنا طيب في الفران اللي سخناه من قبل على درجه حراره 180. ندخلوا كيكه طيب من التحت حتى تبان لينا بدات كتحمر، كيطلع تحمر من الجناب. نطفيو عليها من الاسفل ونشعلوا عليها من الفوق باش تحمر. ما تكثروش لها تحمر باش تجيكم الكيكه خفيفه تبقى لكم مرطبه مده طويله. من بعد ما بردت معايا الكيكه وقلبتها هكذا في طبسيل، غادي نسقيها بالعصير ديال الليمون البرتقال. تقريبا غادي نحتاجو واحد كاس ما عمرش ديال العصير تاع البرتقال. وهنا غادي ندوز معكم نوجد الكريمه اللي غادي نحتاج فيها 2 كيسان ديال العصير ديال الليمون البرتقال، ما يكونوش عامرين، 2 كيسان لاروب، كيس واحد ديال السكر تاع الفاني وشويه ديال القشره ديال الليمون، معلقه كبيره ديال السكر ما تكونش عامره حيت غادي نزيدو في هذه الكريمه الشكلاط. بالنسبه للبودره كريم باتيسير فحاولوا ما تعمروش المعالق بزاف. انا عندي 2 معالق كبار ديال البودره كريم باتيسير،
حاولوا ما تعمروهمش كيف ما قلت، فانا عمرتهم بزاف، جاتني شويه الكريمه شويه عاقده كت كتنزل لي على الكيكه، فما تعمروهمش باش تبقى لكم كيكه كريميه. غادي تردوا الكريمه فوق من العافيه تتعقد معكم كيف ما شفتوا معايا. من بعد ما عقدات زدت ليها 5 ديال طريفات ديال الشكلاط غير باش يفتح ليا شويه اللون ديال الكريمه، ما تجينيش اللون ديالها شفاف. الا ما عندكمش شكلاط بيض فزيدوا المعلقه الثانيه ديال السكر في الكريمه وخلوها طيب مزيان حتى تعقد معكم، ودوزو زينوا بها. انا هنا دهنت بها الوجه ديال الكيكه وزينت بشويه ديال الفويتي اللي كان عندي. نتوما زينوا باللي عندكم كاوكاو محمر مهرماش اولا غير الشكلاط فيرميسيل، تا هو كيعطي واحد مذاق زوين وواحد المنظر زوين الكيكه ديالكم. المهم زينوا باللي متوفر عندكم. وخليت الكريمه حتى بردات وحكيت عليها شويه ديال الشكلاط بيض غير باش نزيد تزيين لهاد الكيكه. انا قطعتها معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. دغيا كيدوز منها السكين، غير تيدوز منها المسحين خفيفه هاد الكيكه وهشيشه وكتجي من الداخل بيضاء بهذاك العصير تاع الحامض اللي فيها. فكنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها. شوفوا معايا الكيكه كيفاش كيدوز منها الموس دغيا، راه خفيفه بزاف. واهم حاجه غادي تحتاجوها بزاف في سيدنا رمضان، الطبله ديال الفطور، حين هشيشه وخفيفه هاد الكيكه وكتبقى معكم حتى 4 ايام محافظه على نفس الرطوبيه ديالها والخفه ديالها. وصلت معكم اخواتي الاخير ديال الفيديو. ما تنساوناش اخواتي من واحد لايك الفيديو، الله يجازيكم بالخير، باش يبان عند اخوات وحدين اخرين ويجربوا معنا الوصفه ديال اليوم. شكرا لكم بزاف على المتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه. خليت لكم الراحه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.